والدراج يخدم تحت يد المخزن. المخزن مسيطر عليه، انسحاب مور انسحاب. شفنا عده الجزائري. خريطة المغرب كابوس الجزائريين، عاوتاني شعلت فيهم الرعب. هاد العام غادي تبقى تسمع انسحب الرياضي فلان وانسحبت الرياضية فلانة إلا لعبوا مع المغرب. رسميا الكاف قررت تعطي الصلاحية نفس القميص أمامكم يلعبوا به عادي، لأن الناس مولفة كتلعب به عادي. يعني هذا ديزاين كيتعطى في هذا الوقت باش كيصدقوا عليه. صافي السلام عليكم، نتوما كتلعبوا بيه من شحال هادي. ولكن هادشي هذا واش غيعجب الجيران؟ طبعا لا. اذا فما عليك الا تبارطاجي، خلي الراي ديالك لا ماكسيموم لي بارطاج. راه مساله وطن، مساله سياده البلد. المهم دار حوار ما بين جوج ديال الناس كيديروا محتوى على الرياضه في الجزائر. الناس وصلانو من هنا، الناس عرفتي ولا الرعب. الكاف راه يوافقت على نفس القميص تاع نهضة بركان ل 2024 2025. هذه مقصوده والله العظيم، اقسم بالله يا اللي حكمته اني ندم على النهار اللي زاد فيه. دم تحت يد المخزن. المخزن مسيطر عليه، انسحاب مور انسحاب. شفنا انا بغيت نعرف اش كنا هو هذا المخزن. والله بغيت عرفتي شو قولي نعرف كنا هو المخزن اللي عنده هاد الصلاحيه كامله انه يخدم يتسيطر على الكاف، على الفاف، على الفيفا، على الاولمبيات، على الدراجه، على تبون، على كل شيء. وفي الاخر كيجيو كيقولوا لنا حنا اقوى دوله في المنطقه. ينسحب ولا جا الخريطه هذه تقول لي الملف اغلق. الملف اغلق لجهتكم. الملف اغلق، اتحاد العاصمه بح كلش ما دات والو. هشام اخويا واش تقدر تقول في القرار تاع اليوم انه الكاف وافقت على الخريطه اللي في القميص تاع نهضة بركان ل 2024 2025؟ نحكي ولا ما نحكيش؟ غير خرج القرار. قلت نقول لك الصفحات وين انا بالي بصح قلت لك اسك نحكي ولا ما نحكيش. بيان سير. واش رانا نشوف؟ حنا رحنا للطاس قبل ما تدخل هشام في الدقيقه. حنا رحنا للطاس هشام. قال لك يا يزيد وهيب ورفيق واحد المحامي قال لك في جوان. انا قلت لهم سبتمبر اكتوبر، رانا داخلين على سبتمبر. عندك كلامي بعد، انا داخلين على سبتمبر اكتوبر، القرار مازال ما خرجش. اتحاد العاصمه تقسم يا اخي هكا. دمكه تاع الهوند انسحبوا، الاخرين انسحبوا، انسحاب ورا انسحاب. دابا نتوما كتسيقوا، نتوما الحمره والبعره كتسيقوا كذابين عندكم في البلاد، كيكذبوا عليكم. نتوما كتسيقوهم، تيقتوهم النهار اللي قالوا لكم الماتش غادي يتعاود باش تاهلوا للمونديال، وبقيتوا عام كامل وانتم كتسناو ومن نيتكم كتسناو الماتش يتعاود. في الاخرين ملي ما تعاودش قلتوا المخزن. واخا دابا كذلك كتسناو ماشي كتسناو يتخذوا قرار لصالح اتحاد العاصمه. علاش؟ حيت هما اللي حجزوا تيشورتات ديال اللعابه في المطار. كيفاش بغيتي ان انت انا نضامن معاك وانت حاجز تيشورت ديال اللاعب قميص رياضي في المطار؟ كيفاش غادي نجي من الصالح ديالك؟ احمد الله الا هاد اتحاد العاصمه ما ضربوهاش بشي عقوبات خياليه. زيد تكلمنا في الموضوع هذا. هاو اليوم نفس المشكل اللي رحنا عليه للطاس. الكاف راهي وافقت على نفس القميص تاع نهضة بركان ل 2024 2025. اسكو رئيس الاتحاديه هدايا ولا وزير الشباب والرياضه ولا ميسيو بيراف اللي يبان كي الهلال، راك فاهم؟ يبان غير وقت الميداليات ويبكي دموع التماسيح. اسكو هادم دركا اللي يتكلموا قالوا حق الاتحاد العاصمه رانا جبناه وصاي؟ كيفاش راح نتكلموا معاهم؟ كيفاش راح نهضروا معاهم؟ شي با درك هشام راهي ديك الكلمه. تفضل. نبدا بالعقل ومن بعد نبدا نبكي. زيد نوضح بعض الامور. اولا هذا اللي راه يقول لك ملف اغلق وحق الاتحاد العاصمه جبنا. وين راه حق الاتحاد العاصمه؟ واش تعاقبت نهضه بركان؟ راه ما عاودوا سنياو لهم نفس الخريطه. دابا حنا اللي خصنا نتعاقبوا. دابا حنا بركان دابا هي اللي خصها تتعاقب. شنو الجريمه اللي عملت باش تتعاقب؟ واش هو الحق تاع اتحاد العاصمه؟ راحوا لها ليماش، راح لها فينال، الاخرين ربحوا، الاخرين
داو دوزيام بلاص واو كيفاش ملف تغلق مغلوق قضيه الامر. هذه هي بيراف، هذه هي عباك يهضروا واحد الهضرات ما عباك ما فهمتش انا حافظ الدراجي واش هو المستوى عندكم. هو المستوى دابا دوله مثل الجزائر كتدي على حفيظ الدراجي، معلق راه عنده غير صوت، معلق صوتي في واحد الاذاعه، كيتاخذوا قرارات وكيديو عليه وكيقول لهم كذا وخصنا نبدلوا هذه وخصنا نعملوا هذه. يا جدك دوله، هذه دوله عندها واحد خدام بين سبور دابا سالا الحمد لله ولله الحمد، حيت الصوت ديالو كان كيعمل لي الاراره في الراس، كياخذوا عليه وكيديو عليه وكيسمعوا له وكيقرر في شؤون الدوله والسياسه وفي الاقتصاد وفي الرياضه وفي معلق صوتي. هذا هو المستوى اللي عندكم. تقول لي اتحاد العاصمه تعاقبت وتسحبت وما راحتش ونهضه بركانه راحت والمصاروه ربحوا وداوها ومن بعد يجي يقول لك غولي قلم يلف وفرينا لا ورا واش فريتها واش جبت. اعطيني قرار، اعطيني معاقبه نهضه بركان نعطيك دليل باللي ما تعاقبتش نهضه بركان رمزيه ولا التريكو هذايا. تريكو هذايا بيراف وجماعته والدراجي بنفسه اللي ما تكلمش على راهم حابين يفرضوه. نسال بيراف اللي قلت ملف جبناه حق اتحاد العاصمه، اتحاد العاصمه زيد طيح مع نهضه بركان، زيد تنسحب ولا ما تنسحبش، وانتم هذا امنيتكم انهم ما تنسحبش. دابا بلاتي سبحان الله، دابا طاح لي واحد السؤال في عقلي برك، سؤال حمقتونا بانكم انتم ما عندكم حتى علاقه في نزاع الصحراء المغربيه مع شي طرف اخر، عملتوا لنا الاراره. كنجيو كنشوفوا البلاد كامله حابسه واقفه من اجل هذيك القضيه، رجعت قضيتها الوطنيه الاولى كتعرف ما عندهمش شي حاجه اخرى يفكروا فيها من غير هذيك القضيه، لدرجه ان ضحوا بكل شيء، ضحوا بالشعب، ضحوا بالرياضه، ضحوا بالزمر كامل من اجل ابراهيم غالي. ومع ذلك صيروا ديما صيروا غتمرمق غتكرفص الهلاك، الشعب كيجيبها في راسو، الرياضه هابطه في الهلاك بسبب ابراهيم غالي. وغالي السي ابراهيم مع راسي. امنيتكم انهم نلعبوا بالتريكو هذا لانتم منخرطين، لانتم ما تخدموا لهذيك الجهه. فهمت المقصود تاعي؟ بيراق يخدم تحت يد المخزن، المخزن ما يسيطر عليه. راك فاهم؟ قسما بالله كنتسنى شنهار يقول لك تبون كيخدم مع المخزن. حومه يقدر يقولها صاحبي، يقدر يقول لك اودي راه رئيس الجمهوريه كيخدم مع المخزن. واحد عايش في قفز، واحد محبوس عالميا، يعني محبوس. دابا الحوته فاش كتكون في اكواريوم كيسحب لا ما كاينش البحر وما كاينش النهر وما عندهاش فاش صافي. هذيك الزجاجه هي تماش كتعيش، يعني ما كيسحبلاش كاين البحر كبير فيه الحياه وكذا، لا كيسحب لها مسكينه صافي هذاك هو الحياه ديالها. هادو عايشين في اكواريوم، هيدا اكواريوم مربعه الجزائر محشيين فيها، مغلوق عليهم تم، ما يخرجوا ما يدخلوا. انت شتي النهار اللي كتجيهم شي فرصه 10,000 واحد في سيمانه، هذاك يعني انك انت محبوس. هو رئيس اللجنه الاولمبيه الافريقيه، راك فاهم؟ رئيس اللجنه الاولمبيه هو يتحكم في الكاف، قوانين تاعو يفرضها على كل الرياضات في افريقيا. كاين اللجنه الاولمبيه تحكم، يعني واش حب يقول كما نقولوا رئيس الجمهوريه، وكاين الوزراء، كاين تاع اتحاد جمباز، كاين اتحاد كره القدم، اتحاد الافريقي لكره القدم، اتحاد الافريقي. هو القوانين، هو الرئيس تاع هذه المنظومه الرياضيه كلها في افريقيا، قوانين تمشي على يده هكذا ولا لا؟ تريكو راهو تسميه بيراف. فهمني انا تما فهمني راك حاد، نتوما راكو حابين تفرضوا التريكو باش يلعب. اش غادي تفهم؟ اش باغي تفهم؟ تريكو في خريطه جزء، هيدا يعني خريطه ديزاين في تيشورت
ديال اللاعب كيلعب به عادي جدا جدا عادي، ما كاين حتى شي مشكل. يعني كنلعبوا به في العالم كامل، تقدر تلعب به الا عند هادو مشكل وقضيه سياده وكذا والديمقراطيه وديك الشيء. وحنا مع تقرير المصير فين كتجي تسقسيه ما كيعرف والو اصلا. انا شحال من واحد تناقشت مع جزائري في هذا الموضوع والله ما عرفت البوليزاريو فين عايش، ولا شكون اللي جابو نتم، ولا شحال هادي هو عايش تم. هادشي كامل ما عرفوش. علاش؟ هذا عدم الكلاخ والنظام الديكتاتوري العسكري اللي قمعوا من درجه ان اللي خلى فيهم الاستعمار شحال هادي ما بين الحقبه د ترك ومن بعد جاو الفرنسيس وزادوا كملوا عليهم، ربوا فيهم الحقد اول حاجه، ثاني حاجه الكراهيه، ثالث حاجه الكذب، رابع حاجه الخيال العلمي. يعني ديما عندي انا ديك الخوف ده انا مهدد، انا فهمتي منظمه ضدي، انا راه مخططات، راه القجاع، راه داو، راه عملوا حقرونا، عملوا لنا. ديما عايشين مساكين في الاوهام، عايشين في واحد غيعاودوا الماتش، غيعاودوا اتحاد العاصمه يرجع يدي حقه كدا، ما والو. واش اللي كيدافع على البوليزاريو؟ تخيل معايا واحد كيدافع على اوباش عايشين في الرمله، كيدافع عليهم وبغيتي انت يدافع معاه. المهم الخوت كما سمعتوا هادشي كامل، هاد الروينه كامله غنبقاو حنا مع هاد الناس هايده حتى يعملوا عقلهم. ما عملوش عقلهم غنحماقوا حنا في الاخر. هادشي اللي كاين.